شوية رسائل كده سريعة من القلب حابب أوصلهم بدون بقى أي مونتاج ولا حركات بتتحرك ولا لي أوتس بتطلع. فلو أنت بقى من النوع اللي بيمل وما بيهتمش بالفيديوهات المهمة والمملة فاطلع، الفيديو ده مش ليك. حابب بس أسأل رأيكم كده، إيه رأيكم في كأس آسيا والمباريات الكويسة والحلوة دي اللي كلنا شفناها واستمتعنا بيها؟ صحيح استمتعنا صح؟ وفي المقابل عندنا اخواتنا في غزة لسه بيموتوا ولسه بيعانوا، واحنا قاعدين هنا مستمتعين ومبسوطين وبنضحك. مش صح كده؟ لا صح. شوية رسائل كده بس بسيطة عاوز اوصلها. لسه اول امبارح كنت بقرأ بوست رائع جدا اللي بيتكلم ببساطة ان اخواتنا لسه بيعانوا، اخواتنا بيموتوا اكتر، اخواتنا بيجوعوا وبيعطشوا اكتر، اخواتنا مش لاقيين خيم حتى يناموا فيها. ومع ذلك كان المفروض ان الدعم يزيد، المساعدة تزيد، والكلام والتوعية تزيد، ولكن أرض الواقع خلاف ذلك. أرض الواقع ان المساعدة قلت والكلام وقف والدعم قل، واخواتنا بيتضايق عليهم من جيرانهم الدول المفروض إسلامية أكتر. ليه؟ عمالين نبني أسوار، بنقول لهم ببساطة احنا مش عاوزينكم، احنا نسيناكم، وبنوصل كده شوية رسائل حلوة لكام جهة معينة. بنوصل رسائل للناس الكفار اللي في الدول التانية اللي والله العظيم هم أرجل مننا مليون مرة، اللي بيبكوا بدل الدموع دم على اللي بيحصل في اخواتنا، وبنقول لهم بالراحة اهدوا على نفسكم شوية، انتوا في ايه؟ اللي خلى احنا المسلمين اللي لازقين فيهم نسينا ومنعملش حاجة وقاعدين ساكتين. بس احنا مش قاعدين ساكتين بس، ده احنا بنفرح وبنستمتع وبنتابع مباريات، وكمان بنوصل رسالة للملاعين اللي هناك، بنقول لهم بالراحة على نفسيكم شوية، انتوا مستعجلين ليه؟ خدوا راحتكم واحنا قاعدين جنبيكم بنتفرج عليكم ونعملش حاجة. وبنوصل رسائل لاخواتنا اللي هناك اللي كانت بتتقتل اطفالهم واخوانهم وعوائلهم، اللي كانوا بيقولوا على الرغم من كده القضية دي هتحيي الأمة والناس دايما هتفتكرنا. بنوصل لهم رسالة وبنقول لهم بالراحة احنا نسيناكم، احنا مش مستعدين نقف معاكم، عشان نبرز للجميع قد ايه احنا بنتعود، عشان نبرز الجميع قد ايه احنا بنتعود وبننسى ومش هاممنا الموضوع، وبنتعامل مع الموضوع بصيغة ترند، مش بنتعامل مع الموضوع على انه قضيتنا كمسلمين وقضية طول ما هي شغالة احنا نفضل معاها. لو جيت قلت لك امشي في اي شارع دلوقتي وشوف مطاعم ماك ولا كنتاكي ولا ستاربكس ولا كوستا، هتشوف طوابير عمرك ما شفتها قبل كده، كأن احنا بنرجع أسوأ من الأول بعد ما قلنا ان هي استغناء مش مقاطعة. احنا عاوزين نفضل على طول ما القضية دي شغالة احنا مستغنيين. انا بسألك تعرف تنقذ نفسك ازاي يوم ما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويسألك قدمت ايه للقضية دي؟ هترد تقول ايه؟ كلنا شفنا المشهد ده بتاع الراجل اللي كان شايف عربيات رايحة لغزة وماسك البرتقان وبيرمي، ماسك البرتقان وبيرمي. فكرك ده لو سأل نفسه بس سؤال بسيط، ده هيفيد غزة بإيه؟ ولا هيفيد إخواتنا في غزة بإيه شوية البرتقان دول؟ كان هيلاقي إجابة. بس هو سأل نفسه سؤال، أنا أعرف أنقذ نفسي بإيه ولاقي إجابة قدام ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ هو كل اللي في حيلته إنه يبيع برتقان، فقال لك أنا همسك البرتقان ده ووديه لإخواتنا في غزة، عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يسأله يقول له يا رب أنا قدمت اللي في حيلي، قدمت اللي أقدر عليه. فأنت اسأل نفسك السؤال ده دايما، تعرف تنقذ نفسك إزاي قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هم 4 رسائل حابب أقولهم. أول حاجة لازم الدعم يزيد والمساعدة تزيد والكلام يزيد مش إنه يقل. تاني حاجة المقاطعة مستمرة طول ما القضية شغالة. حياتك مش هتقف لو انت ما اشتريتش،
بس حياتهم هم بتقف لو انت اشتريت. رقم 3، شوف نفسك تعرف تنقذ نفسك بإيه، وتعرف تساعد نفسك أساسا وتلاقي إجابة قدام ربنا سبحانه وتعالى بإيه، واعملها ما تتأخرش. رقم 4، شوف الرسالة اللي حابب توصلها لنفسك وتوصلها للي حواليك ولإخواتك في غزة ولكل الناس. هل انت بتتعود وبتنسى، ولا انت صامد وواقف طول ما القضية شغالة؟ شوف لو حابب توصل اي رسالة واعملها. وفي النهاية بقول للكل لازم تشوف الفيديو بتاع الدكتور اياد قنيبي اللي بيقول هل كان الحكم الصيني منحازا. هسيب لكم رابط الفيديو في الوصف ان شاء الله تعالى. وبس كده، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.